دراسة عندنا ولات بحال فاست فود، طلب من شي حاجة تاكلها بالزربة، داكشي التيكوي. الأجوبة ثلاثة ولاو كيديروا غير بحال هكا، ثلاثة ولا أربعة كيهز يديه راه تجاوب رقم ثلاثة ولا رقم أربعة. ولا ألبس لا ثوب المعارضة ولا ثوب الأغلبية، ولكنني ألبس في هذه الجلسة الموقرة ثوب الوطن. سيد رئيس الحكومة المحترم، السادة الوزراء المحترمين، السادة النواب المحترمين، اسمحوا لي أن أتقدم بهذه الكلمة باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لأتحدث في موضوع في الحقيقة ذو شجون. وقبل أن أبدأ الأحاديث لا بد أن أشير إلى أنني في هذه المنصة سأتخلى عن قبعتي السياسي وسألبس قبعة الأستاذ الجامعي الذي خبر الجامعة على مدار 36 سنة كطالب وكأستاذ جامعي. سيد رئيس الحكومة، ماذا عساي أن أقول وعن أي إصلاح سأتحدث وأنا نتاج للعديد من الإصلاحات داخل هذه الجامعة؟ سيد الرئيس، أنا التحقت بجامعة القضاعيات سنة 2002. سنة 2004 سقط علينا ما يسمى بالإصلاح المشؤوم الذي خرب الجامعة المغربية وحولها من قطب جامعي كبير إلى مدرسة صغيرة. سيد الرئيس، سمعنا عن المخططات الاستعجالية التي اتخذت في مجال التعليم، وأنا أتساءل بالله عليكم، هل يمكن أن نجعل التعليم حقلا لمخططات استعجالية؟ وهذا المصطلح الاستعجالي لا يستعمل إلا في مجال القضاء أو في مجال التدخل الطبي العاجل. التعليم يحتاج إلى تأني، يحتاج إلى رؤية شمولية حقيقية، يحتاج إلى فاعل سياسي يدرك فعلا حقيقة على أن العلم والمعرفة به تتقدم الدول. سيد الرئيس، عندنا نماذج اليوم في العالم، دول صغيرة كانت إلى يوم أمس تعاني من الحروب الأهلية، التجأت في مجال التنمية إلى التعليم، التجأت إلى المعرفة، التجأت إلى تقوية قدرات الأستاذ والطالب، وخرجت من مربعات مؤشرات ذيل التنمية وتبوأت اليوم المكانة الكبرى في مجال التنمية البشرية. اليوم نتساءل عن أي جامعة مغربية نتحدث. الجامعة المغربية أنا نتاج لها. يوم كانت الجامعة المغربية تؤثر في المجتمع، اليوم في الحقيقة الجامعة المغربية تتأثر بالمجتمع، والجامعة المغربية هانت في وقت هان فيه كل شيء داخل هذا المجتمع. فلماذا اليوم نطالب بأن توجد جامعة مغربية قوية وفي نفس الآن العديد من المرافق والمؤسسات تتهاوى والمجتمع نفسه يتهاوى؟ إذن الأساتذة الجامعيين ليسوا ملائكة حتى لا يتأثرون. الجامعة المغربية اليوم كنقولها من منطلق دق نقص الخطر. لا أزايد سيد رئيس الحكومة، ولا ألبس لا ثوب المعارضة ولا ثوب الأغلبية، ولكنني ألبس في هذه الجلسة الموقرة ثوب الوطن فقط. أقول لكم على أن الجامعة المغربية في خطر، وعلى أنه يجب أن نتدخل بتأني وأن ندرك جيدا عن أي إصلاح نريد أن نتحدث. اليوم تكلمنا عن البرنامج الاستعجالي، تكلمنا على الإصلاح المشؤوم ديال 2004، اليوم كنتكلموا أيضا تكلمنا على الإصلاح ديال الباشلر، إدخال الباشلر في نفس الوقت. نفس السنة دخلنا الباشلر، اطمأنينا له، مع أنه لم يتشاور معنا أحد في هذا المجال. أقول وأكرر أننا كأساتذة جامعيين نتلقى جميع الإصلاحات التي تتعلق بالجامعة دون أن تستشار فيها لا الهياكل ولا المؤسسات الجامعية ولا الأستاذ الجامعي الذي يعتبر قطب الراحة داخل أي إصلاح. نسمع عن الإصلاح، قالوا لنا غادي يجي الباشلر، قلنا آمين. جا الباشلر دوزنا فيه عام، قالوا حيدوه، قلنا آمين. فهل لا نتحدث عن استمرار المرفق العمومي
أم نتحدث عن رؤية كل مسؤول لهذا القطاع؟ احنا ماشي ضد أي مسؤول يدير الإصلاح ديالو، احنا كنشدوا على يدو ونقولوا له ما كاين حتى مشكل، ولكن إذا مشى هذا المسؤول وجا مسؤول آخر وجاب إصلاح آخر، واش غادي هنا نتحدث عن رؤية استراتيجية أم نتحدث عن أمزجة؟ إذا اليوم راه كنتكلموا على واقع حقيقي، ما يمكنليش أنا كأستاذ جامعي نطمئن لواحد الإصلاح وندوز فيه 6 شهور ولا 7 ونعلق معايا الطلبة ونجي نقول لهم ما بقاش الباشلر. اليوم هاد الناس اللي داروا الباشلر لمدة سنة ما عرفوش بعض الجامعات فين يديروهم، واش يرجعوهم الاس 2 واش يرجعوهم الاس 3 واش يطلعوهم الاس 4 ما عرفناش. إذا هذا ماذا نسميه؟ أنا لا أتهم أحدا من هذه المنصة، أنا أتحدث عن واقع تجربة جامعية على مدار 22 سنة كنعطيكم فيه الخلاصة. نقطة أخرى نتحدث عنها هنا، هل يعقل ونحن داخل الكليات ذات الاستقطاب المفتوح، كلية الحقوق، كلية الآداب، كلية الشريعة وغيرها، التي تعتمد على التحليل العلمي وعلى تكوين رؤية نقدية لدى الطالب، أن نطبق نظام الكسيم؟ الأساتذة الجامعيين مشاو نظام الكسيم مجبرين لا مختارين. لماذا؟ لأننا أمام مدرج فيه 1200 طالب ولا 3000 طالب كتدوز الامتحان، ما يمكنش دير له سؤال نقدي ولا سؤال تحليلي، وبهذا ضيعنا جيل كبير من الطلبة. اليوم هي الدراسة عندنا ولات بحال الفاست فود، طلب من شي حاجة تاكلها بالزربة، داك الشيء تيكوي، يعني كنعطيو 3 الأسئلة، تطورنا الغش، الأجوبة 3 ولاو كيديروا غير بحال هكا 3 ولا 4 كيزيد ديه راه الجواب رقم 3 ولا رقم 4 بدون أن نتحدث عن التقنية، يعني أنه سهلنا الغش على الطالب داخل المؤسسة العمومية. واليوم داخل الجامعات المغربية ديالنا راه للأسف الشديد أصبح الغش حقا مكتسبا يدافع عنه الطلبة، بل بلغت الجرأة داخل بعض الجامعات إلى أن الطلبة كيطلب من الأستاذ أنه شكرا سيد النائب، انتهى التوقيت. كلمة للسيد النائب المحترم